السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. انا من الصبح والله قاعدة محتارة وعمالة ارجع بالذكريات لورا بالذكريات لورا. اعمل ايه؟ طبخة ايه اللي ممكن اعملها لولادي بعد ما يجوا من المدرسة؟ طبخة جديدة، طبخة مثلا يكونوا ما كلوهاش قبل كده، لان انا من زمان يعني ولاد صغيرين انا ما عملتش الاكله دي بصراحه. بس انا كنت فعلا وانا بنت بحبها قوي قوي، وكانت والدتي بتعملها وكنا بنعملها على طول. كانت تقريبا ممكن كل اسبوع. طبعا كان الخير كتير، كان عندنا طيور وكان عندنا فراخ وكان عندنا البيض وكان عندنا كل حاجه. بس الزمن اللي يعني اتغير والظروف اتغيرت وما عادش زي زمان. فتعالوا معانا، تعالوا معانا نعمل اكله مع بعض حلوه جدا جدا جدا، هتحبها جدا 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 وسهله وعلى قد الايد. تقدري تعمليها ببيضتين اتنين، تقدري تعمليها بتلاته على حسب عدد الافراد. او على حسب مين بيحب مين اللي هيحب الاكله دي او بيحب البيض اساسا. بس والله اللي ما بياكلش بيض حتى مسلوق او مفقوش او اي نوع ممكن ياكلها في الاكله الحلوه اللي احنا هنعملها دي. يلا تعالوا بقى مع بعض نعملها مع بعض كده. وحشيني كتير 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 كتير، وما تنسونيش بالاشتراك واللايك للي لسه ما تابعنيش او ما شافنيش واول مره يشوفني. يعني ما يستناش على طول، على طول يعمل اشتراك على طول. خلاص اتفقنا مع بعض؟ يلا بينا نعمل كده مع بعض اكله جميله. ما شاء الله انا خرطت بصله كبيره مع فصين توم، مع حبه زيت، حته سمنه، اللي انت حباه تستخدميه استخدميه، مفيش مشكله. اي ماده دهنيه انت حابه تستخدميها استخدميها، مفيش مشكله. خلاص. ومعايا ومعايا طماطم ضرباها طبعا في الخلاط ومصفياها وسايباها. دلوقتي انا هوريكم انا هعمل اكله جميله جدا جدا جدا، واكلها برز اهوت انا واولادي. يعني انا عامله الرز وغسلاه معاه ما شاء الله، وهسيبه كده يتنقع معانا، وبعدين هبقى اعلق عليه بقى براحتي. خلاص كده. معايا بقى البصله، هخليها تتحمر اللون الجميل الوردي الحلو ده. خلاص. شايفين ما شاء الله انا ايدي فيها على طول اهو، علشان خاطر يبقى لون واحد تقريبا. انا عايزاه اللون ده اللي هو الورد الجميل ده. نسمي بسم الله. كده الطماطم بتاعتنا، الطماطم طبعا انا مصفياها من التفل اللي فيها ونضيفه خالص، بحيث ان انت حمري جنب منك على طول، تحمري البصله وتقومي حطاها. خلاص. في حاجه صعبه علينا؟ لا مفيش حاجه صعبه علينا، سهله جدا 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 جدا. طيب انا اسكت بقى؟ لا مش هسكت. هحط بقى معانا حاجه يعني ما طبختهاش وعيله حتى ما تعرفهاش، الحمص البلدي بتاعنا الصغير الجميل ده. طبعا الحمص البلدي ده اللي هو الصغير ما بتحملش يعني بيستوي بالعجل، فعشان كده ما بلتوش. انا حطيته وغسلته وسلقته يعني سلق يعني غلوتين ثلاثه كده، غلوتين ثلاثه، عشان ما يعملش معايا، ما يفتحش معايا ويبوظ. انا عايزاه يفضل في اكلي زي ما هو محافظ على شكله ده، مش عايزاه يعمل قوي يعني يستوي قوي، عايزاه يبقى طيب وفي نفس الوقت يبقى حلو. في نوع من الحمص تيجي تعمليه تلاقيه جامد، فانت تجربي تعرفيه وانت بتعمليه، تلاقي تشوفيه وتدوقيه. لقيتيه لسه فيه جامد تسيبيه يتسلق شويه، لقيتيه خلاص جيتي تاكليه تلاقيه سهل في الاكل، خلاص يبقى تستكفي بكده. هنسمي بسم الله، ومش هستنى الطماطم لما تتسبك وهدلق على طول كده الحمص بتاعنا الجميل كده، وهسيبها تتسبك معايا. انا مش هستنى اما الطماطم تتسبك، انا هسيبهم يتسبكوا ببعض كده ويحلوا كده مع بعض كده ويشربوا من بعض ويستطعموا ببعض كده. وبعد كده وبعد كده هوريكم انا هعمل طبعا انا هحط نقطه سكر صغيره، صغيره خالص صغيره. انا بحب ان انا احط نقطه اهي، لو انتوا يمكن ما خدتوش بالكم منها، نقطه بسيطه جدا جدا. خلاص. وهسيبه شويه مع حاجته كده، وهحط عليه حبه ملح، حبه فلفل، حبه كمون، مش هحط اكتر من كده. حبه ملح، حبه فلفل، حبه كمون، مش حاطه اي نوع من انواع البهارات، مش حاطه اي نوع تاني، عشان انا مش عايزه الطعم يتغير، انا عايزه اكله يا جماعه ونفسي فيه. ما شاء الله على الجمال. يعني اقول لكم تصدقوا تؤمنوا بالله طبعا ان الريحه طالعه من غير ما احط اي حاجه، ريحته جميله جدا جدا جدا. طيب انا بقى هحط انا معايا الكمون ومعايا الفلفل الاسمر وحبه الملح صغيرين. طب انا ليه ما حطيتهمش من الاول؟
يعني المفروض كنت احطهم مع الطماطم مع الحمص اول ما حطيت. لا انا ما حطيتهمش في الاول عشان الملح. عايزه الحمص يعني ياخد حبه كده من الطماطم فيحس بالسوى، عشان كده ما كنتش احط معاه الملح على طول، سبته يعني ياخد ايه، يعني يحس بالسوى كده مع الطماطم. والكمون والفلفل عشان الطماطم ما تتغيرش على طول من لونها، سبت الطماطم تاخد لونها الطبيعي، وبعد كده حطيت حاجتي وضفت حاجتي، والملح حطيته علشان خاطر اما اجي اكل الحاجه الاقي طعم الملح باين فيها، يعني طعم الملح يعني حلو، طعمه حلو مش عذبه، يعني الحمص نفسه يبقى طعمه حلو. خلاص فانا هسيبه لما كده يتسبك معانا وخلاص ينشف اهو. اقوم جايه ايه مزوده عليه كوبايتين ميه، وعلى حسب كميه الحمص اللي عندك، على حسب الكميه. خلاص احنا مع بعض اهوت واحده بواحده، ومعاكم الطريقه بما يرضي الله، علشان اللي هيعملها او يجربها يعملها يعني ابقى انا راضيه عن نفسي. شايفين البكبجه بقى والجمال والحلاوه ولون الطماطم معانا والحاجه معانا ما شاء الله على الجمال. شايفين انا حطيته في الطماطم بتاعته على طول، ما استنيتش لما الطماطم تتسبك، يعني انا سبكته في الطماطم علشان الحمص اكتر اغلبيه الناس اصلا ما بتاكلوش. ممكن يكون ده النهارده علشان اجيبه، والله العظيم لفيت العزبه كلها علشان اجيب الحمص. ليه؟ لان قليل مننا اللي بياكله، علشان كده احنا لازم نطعمه بحاجته عشان يعني ناكله نوع وتغيير، مش شرط بقى نقعد فاصوليا لوبيا، لا، تغيير نوع من انواع البقوليات وتغيير ناكله لاولادنا جميل جدا. انا هضيف كوبايتين الميه اهو، ما شاء الله ما شاء الله على الجمال والحلاوه والجمال. يا سلام يا سلام، ما اقولكوش يا جماعه والله. خلاص وهسيبه بقى طبعا يلف في بعضه كده ويستوي ويبقى حلو، وهوريكم هعمل فيه ايه. ما شاء الله، شايفين الجمال، والله العظيم تتاكل على كده. يعني انت لو طبختيها جنب فرخه كده في صينيه او في شوربه، حبه رز بشعريه كده، الله عليها. بس انا بقى طبعا انا عايزه اشكل واجدد، مش هنعيش على اللحمه. خلاص في الغلا اللي احنا كده، يا رب يعيننا ويعين كل واحد على حاله يا رب. فحطها طبعا في صينيه كده واوريها لكم، لان انا مش عايزاها تستوي على البوتاجاز اكتر من كده، لان لسه ان شاء الله هحطها في الفرن. هتحط الحمص في الفرن يا لبنى؟ هحطه في الفرن، بيزيد حلاوه وجمال، وهشوف الوقت انا هعمل ايه. شايفين ما شاء الله ما شاء الله الحمص معانا والله يا جماعه مستوي وجميل. انا هوريكم واحده بايدي اهي، شايفين شايفين الجمال ده مستويه خالص ازاي. انا مش عايزاها تستوي اكتر من كده، انا عايزاها تبقى ايه، يعني تبقى حلوه، يعني حافظ على القوام بتاع الحمص نفسه، ما يعملش مني ويتهري ويبوظ منظر الحاجه. انا مش عايزه الحاجه تبقى منظرها وحش. خلاص انا فردته في صينيه اهو، وهعمل ايه، هسمي بسم الله كده واقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين انا معايا بقى ايه عددنا كده من البيض، نسمي بسم الله. طبعا انا مرضاش ان انا يعني مش عايزه ان انا افقشها على طول كده في قلب البتاع. ليه؟ لان عايزه اطمن على البيضه، فانا فقشتها فين، في الطبق الاول عشان اشوفها، عشان ابقى مطمنه وولادي باكلوا الحاجه. بحط معلقه كده وهحطها وهولع بوتاجازي وهوطي وهسيبه. خلاص طلع معلقتي كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده ايه التانية معانا، التانية اهي، شايفين برضو. هقوم عاملها بقى جنب كده واقوم حاطه معلقتي، هاتي الكاميرا عليها يا ندى. شايفين ما شاء الله، شايفين الجمال، شايفين العظمه، الله 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 الله، ادي العظمه ولا بلاش. رخرة اهي. خلاص هسيب معلقتي كده دقيقه وهحطهم اكملهم كده واوريكم. الله شايفين الجمال والعظمه، حاجه حلوه كده وجميله وتفتح نفس العيل على الاكل،
وطريقة جديدة، وننوع في أكلنا ونفرح ولادنا بحاجات بسيطة خالص. مش شرط يعني ان انت تكلفي عشان تفرحي ولادك، حاجة بسيطة وعلى قد الايد نقدر نفرح ولادنا، نشكل في اكلنا. وان شاء الله انا هحطها في الفرن، بس هسيبها على البوتاجاز حبة، هحطها في الفرن، وبعد ما احطها في الفرن هوريكم. والرز بتاعنا تمام ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين جمال الرز بخر معايا وجميل ازاي؟ الله الله على الجمال. حاجه كده تفتح النفس. ممكن تعملي رز بشعريه، بس انا بصراحه ما حبيتش اكله رز بشعريه لان انا عايزه اكله ابيض كده. فعملته ابيض جميل، بيبقى اكله حلو قوي 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 بيه. فان شاء الله احطها في الفرن واوريها لكم. وربنا يخليكم ليا، ما بنحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. معلش يمكن بطول عليكم في الفيديوهات، بس انا عايزه افعل القناه. نفسي ان انا اوفي الساعات كتيره قوي قوي عليا يا جماعه. لسه حوالي 2500 ساعه، انا مش عارفه ان انا هعملهم امتى وازاي. ادعوا لي بالله عليكم، ادعوا لي. واللي ما اول مره انا امر عليه كده بالله عليه ما ينسينيش في اللايك والاشتراك. وربنا يخليكم ليا، وحشني كتير وحشني كتير. وحبايبي اللي بيحبوني وانا بحبهم، توحشوني توحشوني توحشوني. ربنا يخليكم يا رب ويسعدكم. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ تحفة فنية يا اخواتي، والله العظيم يعني تحفة فنية. حاجة كده جميلة 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 جميلة. وريحتها والله العظيم ريحتها ولا اللحم، احلى من اللحمة كمان. وعيالك تفرح بيها، وانت نفسك اما تاكلي منها. والفرن بيلونها وخلاها شكلها جميل، وما يخليش البدل ريحة زفارة بتاتا. لو ملاحظين ما حطيتش فلفل اسمر تاني، ما حطيتش كمون تاني، لان الحاجات ديت اصلا بتحرق القلب. يعني لما تاكلي كمون زياده عن اللزوم في الحاجه او فلفل اسمر، خلاص انا حطيت حبه في الاول خلاص. الفرن بقى بيضيع ريحه الزفره بتاعتها، بيخلي ريحه البيض كده حلوه قوي 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 قوي. انا هغرفها دلوقتي بطريقه الغرف بتاعتها كده، وهحطها لك حوالين الرز. شكلها جميله جدا 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 جدا. وبألف هنا وشفا للي يعمل الطريقه اللي انا قلت لكم عليها ديت. الحمص البلدي والله جميل جدا. يعني خلينا حتى ننفع الناس اللي بيزرعوه بدل ما هم سايبينه كده. خلاص ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد يكون احلى. وادعوا لي ان انا اقدر افعل القناه، ادعوا لي ان انا اقدر اوفي الساعات، ادعوا لي بالله عليكم. محتاجه دعاويكم الحلوه. الناس اللي بتحس بيا وبتكلمني بتبعت لي كومنتات حلوه. على فكره هم بعتوا لي اليوتيوب بعت لي ان انا افتح بث مباشر علشان اوفي الساعات. بس بصراحه انا مانيش عارفه اخد قرار في الموضوع ده. يا ريت تفيدوني، يا ريت حبايبي اللي بتكلمني تفيدني في الموضوع ده. طبعا بس ده انا ما برجعش ليه اي حاجه، هي القناه اللي يعني هو اليوتيوب اللي بيستفاد منها، بحيث ان انا افعل القناه بتاعتي مش اكتر. خلاص اشوفكم على خير. اوعوا تنسوني في الكومنتات. وهلوقتي هغرفه وهتشوفوا شكله وهو محطوط حوالين الرز. تحفه فنيه فعلا بجد.